نافوره بميه منسابه، دي بتبقى عباره عن قطرات ميه. طبعا انتوا فاهمين صوت الميه لما بينزل بيعمل طرقعه. فطبعا القاعه بتبقى منقسمه لمكانين، مكان فيه الجواري والعازفين وكذا، اه. ويبقى فيه صاحب البيت في الجزء الاكبر، وبيبقى قاعد معاه ان كان حد هيقول له سر وبتاع. فمشكله القاعات دي ان بيبقى ليها شبابيك على البيت، فطبعا وارد ان في جاريه تسترق السمع او تتسلط على اللي على قاعدين. أيوه. فافتكروا موضوع الفسقيه ان هي بتطلع بالصوت. طبعا بتبقى نظام الماء اللي فيها شبه هيدروليك، اللي هي بتبقى تفريغ الهواء والضغط منها فيها. تمام. فلما بتشتغل صعب ان انت تسمع حاجه، يعني اللي بره ما بيبقاش سامع صوت. وفي نفس الوقت بتبقى القاعات دي بتبقى مغلفه بالخشب بالكامل، عشان كده الصوت ما بيبقاش طالع بره اصلا، يعني اللي قاعد ما بيسمعش هو بيتعمل فيه. رغم ان برضه القاعات دي بيبقى فيها فرق موسيقيه بيجوا اه بس والعزف. في، انا اما اتذكر هنا في مكان للهروب. بيبقى فيه باب ما خبيئه زي مخبأ، أيوة. باب سر او انا مخبأ. اعتقد ان لو النافوره بطلت صاحب البيت يخش على السرداب ويهرب، لا يبقى لا في لا، خطر. دي اشاعه، مفيش حاجه اسمها